اهلا بيكم في حلقه جديده على اكس سبورتس. طبعا زي ما احنا عارفين النهارده كان في بعض اللقاءات المهمه جدا، ابرزها مباراه الزمالك امام الاسماعيلي، ديربي قوي جدا جدا ما بين الفرقتين، وتقريبا المباراه دي تحديدا الناس كلها كانت بتترقبها وبتنتظرها بفارغ الصبر. الناس عايزه تعرف الزمالك هيعمل ايه بعد تعادل النادي الاهلي امبارح امام سيراميكا. هل الزمالك ومستر فيريرا هيستغلوا الهديه اللي بيقدمها النادي الاهلي؟ لان الاسبوع اللي فات نفس السيناريو تقريبا حصل، الزمالك اتعادل مع المقاولين العرب وقدم هديه للنادي الاهلي، والاهلي ما استغلهاش وحقق تعادل ايضا سلبي امام سموحه. وفي نفس الوقت الناس برضو عايزه تشوف الاسماعيلي بهيئته الجديده مع المدير الفني الجديد او الجهاز الفني اللي لسه متولي المسؤوليه تقريبا منذ ايام، كابتن احمد حسام ميدو. اكيد لم يسأل على هذه النتيجة، لسه قدامه وقت. الراجل زي ما قلت من شوية بقاله يومين ثلاثة متولي قيادة الفريق، عنده دوافع، عنده طموحات، عنده إصرار إن هو يحط الفرقة في مكانة كويسة، وهو عايز يعود مرة أخرى للجانب التدريبي بشكل قوي. الزمالك ليه حقق المكسب المرتاح ده النهارده؟ لأن فيريرا ما كانش عنيد زي قبل كده، وكان راجل واقعي ولعب بالتشكيل المثالي والتشكيل السليم لنادي الزمالك. غير طريقة لعبه، بدل ما كان بيلعب 3-4-3 او 3-5-2، لا النهارده بيلعب 4-3-3، بيلعب بثلاث لعيبه على الدايره، دونجا وجنبه عمرو السيسي وجنبهم امام عاشور. الثلاثه مميزين جدا في النواحي الدفاعيه، ومميزين جدا في نقل الكوره وعمليه الربط ما بين المدافعين وما بين المهاجمين، وبيقدروا يعملوا استحواذ بشكل جيد. وده اللي ادى الافضليه النهارده لنادي الزمالك على حساب الاسماعيلي، وتحديدا بعد احراز الاسماعيلي للهدف الاول. الزمالك كان عنده رد فعل سريع وقدر ان هو يعود للقاء مره اخرى من خلال بقى الهدف المميز اللي احرزه يوسف اسامه نبيه. وانا بصراحه كان عاجبني جدا جدا النهارده فيريرا، مش بس في التشكيل، لا قيادته للمباراه. واضح ان هو مركز، وواضح ان هو عنده قراءه جيده ودارس كويس قوي تفاصيل الاسماعيلي، سواء بقى نقاط القوه او حتى نقاط الضعف. وفي نفس الوقت من خلال تغييراته في اللقاء قدر يستخدم السكواد بتاعه بشكل كويس ويحقق مكسب مهم. والنهارده الزمالك موجود في صداره الجدول برصيد 24 نقطه وبيزاحم النادي الاهلي، واظن ان المنافسه الفتره اللي جايه تشتعل بشكل كبير.